السلام عليكم الشيخ أحمد. هارد لك، جود لك يعني الاخوان القطريين ومبروكين نتيجة المباراة والتأهل للدور الثاني. قدر الله ما شاء فعل. اليوم أسباب الخسارة يعني ما هي غريبة اليوم، يعني فريق اصلا دخل المباراة اليوم في حسبة بورما، وحسبة بورما حسبة معقدة. لا اعتقد كان المنتخب يعني اليوم نقدر نحاسبه لا على فنياته ولا على معنوياته ولا على ظهوره في مثل هذه الظروف، في مثل هذه المباراة. خسران لعبتين، حسبته تعتمد على الفرق الثانية بأهداف كثيرة صعب انه يحققها بين على ارض يعني المضيف وجمهوره. ما في شك ان المنتخب يمكن اجتهد اليوم، يمكن لم يظهر بالشكل اللي يعرفوا عنه الكويت، خاصة بالشوط الاول، وهذا امر طبيعي. هدفين مبكرين للاخوان القطريين يعني حسموا المباراة، مع الدافع القطريين اكبر من الدافع الكويتي في هذه المباراة. لذلك يعني ليس من العدل ان نقيم المنتخب في ادائه في هذه المباراة. لكن أنا يعني سمعت كثيرا أنه يقول لك أكو فوز هزيمة بطعم الفوز. أنا أعتبر اليوم يعني أمانة هذه هزيمة بطعم الفوز. أنت رابط هزيمة بطعم الفوز؟ كيف هزيمة؟ على الأقل دولة خليجية الإخوان القطريين من خلال هذه المباراة وصلوا إلى الدور الثاني. هذا الوصول أولا يبدد كثير من الأقوال أن الكويت بتحاول تقصي قطر وإلى آخره، وأعتقد هذا مو صحيح. يعني اليوم شفت المباراة مو بهذا الجانب. الشغلة الثانية، ما دام احنا ما لنا أمل، الأولى حق إخواننا. احنا من النوع اللي نقول علينا وعلى إخواننا، احنا نقول إذا مو احنا أصحاب النصيب فالأولى لإخواننا، الله يوفقهم في الدور الثاني. سمو الشيخ، كسبتم الانتخابات وخسرتم في المنتخبات. ألا تعتقد إلى أنكم أدخلتم المنتخب الكويتي في معمعة هذه الانتخابات بطريقة غير مباشرة، مما أفقده فرصة التأهل والفوز رغم أنه بطل كأس الخليج قبل بضعة أيام؟ يعني ما أدري، هذا مصطلح إعلامي وليس مصطلح فني. احنا قبلها بشهرين يعني فاز منتخبنا في غرب آسيا وفاز في كأس الخليج. يمكن ما حد في الخليج حقق هالنتائج إلا الكويت، بقية دول الخليج لم تحقق هذه النتائج، ولذلك نتائجنا بالشهرين الماضي أعتقد نتائج تشفع للمنتخب الأزرق. أداء أيضا أعتقد يشفع للمنتخب الأزرق، وتستطيع أن تقول عن هذه المباراة كبوة، وهو متقلد الذهب مرتين ويقف على منصة التتويج مرتين. قضية الانتخابات ليس لها شغل بالجانب الفني ولا أصلا كان لها إعلامي حملة قبل المباريات. قضية الانتخابات قضية تابعة للجمعية العمومية، اتخذت قرارات. الإخوان الأردنيين وصلوا يعني فازوا على الإخوان السعوديين وفازوا أكثر مباراة، وهم كانوا طرف في الانتخابات، طرف الرئيسي. بقية المنتخبات أيضا اللي شاركت لا هذا الجانب. أنا أعتقد المباراة الأولى كان لها دور أثر نفسي كبير على المنتخب الأزرق بانطلاقة هذه البطولة. أرمي على التحكيم من جديد. أعوذ بالله، أنا آخر واحد أرمي على التحكيم بعد هذه الخبرة الكبيرة اللي مرينا فيها في كرة القدم، ولكن أنا أتكلم على ظروف قد تكون هي أحد الأسباب اللي تنزل درجات الفريق. لا تنسى أن المباراة الثانية أدوا المنتخب مباراة كبيرة لكن ما كان لهم النصيب بالفوز. لذلك مباراة اليوم يعني مو من العدالة أن نحللها تحليلا فني في ظروف نتائج وحسابات للدور الثاني معقدة جدا. أنا يعني الله يرحمه جلالة الملك فهد، ما دام أنت اللي تسألني، جلالة الملك فهد الله يرحمه ويرحم الأمير فيصل، اللهم يرحمهم جميعا، والشهيد فهد الأحمد معهم، الله يطول عمرك، يرحم جميع أموات المسلمين. جاء الإخوان السعوديين فايزين في كأس الخليج اللي قبل كأس آسيا، قال للأمير فيصل يقول للملك الله يرحمه إنه يا طويل العمر مع اللاعبين يستقبلهم، هذا كأس الخليج وبعد شهر بنجيب لكم كأس آسيا، بنجيب لك إن شاء الله هني كأس آسيا. قال يا فيصل ماكو غيركم يشتغل؟ هذا كرة القدم، مو الكويت بروحها تشتغل، اكو منتخبات كلها تشتغل، والكل يبحث عن يعني دور ونصر. فالله يرحم قيادتنا ويطول عمر الحيين منهم، اعتقد هذه حكمة الواحد يستفيد منها. لكن الشيخ طلال، التحكيم للاستديوهات، يعني التحكيم أنا ما اقدر. انا اليوم المباراة اصلا هذه كانت مباراة يعني بحسبة بورما
المعقده، مو بحسبه بورما انا افوز وهناك يتعادلون، لا لازم افوز 2-0 وهناك ينقلبون 1-0. حسبه معقده. هذا الحسبات المعقده عكس مثل حسبه الاخوان القطريين. فوز اليوم خذ مباراه، فلاحظهم اول ربع ساعه هم اللي سيطروا فيها على المباراه، اللي جابوا فيها هدفين. بقيه المباراه ترى الفريقين لم يظهروا بالمستوى الجيد. ماذا عن وعد الشيخ؟ احنا متحاربين يا اخوك. هذه الديمقراطيه الظاهر ما مرت عليكم، الظاهر ما مرت عليكم الديمقراطيه. هذه الديمقراطيه لك رايك ولي رايي واللي حسمها الاغلبيه والجمعيه العموميه. احنا في الكويت صار لنا كم 50 سنه واحنا عايشين بهالديمقراطيه، من عمر الكويت واحنا عايشين في هالديمقراطيه، فمتعودين عليها. الظاهر انتم مو متعودين عليها عشان كذي تعتقدونها شيء كبير. لا مو شيء كبير، احنا اللي راي وانت لك راي، ما اتفقنا اللي يحسمها الاغلبيه. منو الاغلبيه؟ الجمعيه العموميه. سمو الشيخ، الشيخ طلال الفهد شقيقك بعد أن أحرزت الكويت بطولة خليج 20 وقف في منتصف الملعب ووعد الجماهير أو قال لهم الجماهير هل تريدون كأس آسيا؟ قالوا نعم. قال بجيبه لكم. ارجع اعلامي، ارجع للارشيف قبل لا تقدم اي سؤال. ايش قال لهم؟ قال قولوا حق اللاعبين. قال حق الجمهور تبون كاس اسيا؟ قالوا ايه. قال تبون كاس اسيا؟ قالوا ايه. قال قولوا حق اللاعبين. ما قولوا حق اللاعبين يا جمهور طلبوا من اللاعبين كاس اسيا. ما قال بجيبه لكم. قال بجيبه لكم. لا عيد الشريط. انت اللي بالاعلام ولا انا؟ انت اللي يجب ان تعيد الارشيف. عيد الارشيف. سمو الشيخ عفوا عن الاطاله، ولكن ترجل الفارس الامير سلطان بن فهد بعد 17 سنه خدمه للرياضه السعوديه والرياضه العربيه. خساره للحركه الرياضيه امانه، خساره الحركه الرياضيه، خساره لنا احنا كرياديين. خروج ابو عبد العزيز من مكانه ومنصبه، ولكن عزائنا الوحيد استلام الاخ ابو فيصل، الاخ نواف بن فيصل مسؤوليه وزمام الامور، وان شاء الله يعني خير سلف يعني لعمه ويستطيع ان يقوم في هذا الدور. الاخ سمو الامير سلطان ابو عبد العزيز نقول له مشكور وما قصرت، وعسى ان تكرهوا شيء وهو خير لكم، وان شاء الله خيره لمكان احسن ومنصب افضل. سمو الشيخ، بعد خروج المنتخب الكويتي اليوم من هذه البطوله نستطيع القول او كما يقولون فاز الاتحاد الاسيوي على المجلس الاولمبي الاسيوي؟ لا شايف لا بالشورت ولا يعني شو نقول فاز الاتحاد الاسيوي على الاتحاد العربي للكره بعد خروج السعوديه؟ لا هذه مقولات. قطر والكويت في مجموعه واحده والتنافس كان قبل بدايه البطوله. خليني اعلمك شويه بالاعلام، وانت لازم مو متعلم، انت وصلت من الخبره انك تعلم اليوم ما شاء الله. يعني هذه الاسئله هذه اسئله لا تغني ولا تشبع من جوع، ولا تفيد المشاهد اللي يبي يستفيد من هذه البطوله، يبي يستفيد من دروسها. اللي بيننا وبين الاتحاد الاسيوي هي مو بيننا احنا والاتحاد الاسيوي، 25 دوله بالاتحاد الاسيوي كان لها وجهه نظر. هذه ال 25 دوله تمثل اغلبيه واضحه انتصرت لرايها عندما يعني لم يسمع الاخرون هذا الراي، وعملت على تجديد هذه الدماء. احنا في معركه ولا في حرب ولا نتكاره. انا والشيخ تميم اخوان، وانا والشيخ جاسم اخوان، والاخ محمد همام رئيس احد منظماتنا الرياضيه اللي كلنا دعمناه في هذا المنصب، واحد رعايه دول مجلس التعاون اللي لازم نحطهم قبلنا مثل ما تعودنا او عودنا شعوبنا على هذا الجانب. فلا نربط هذه بذيك بهالمغوله. هذا اجراء نعتقد ان حان الوقت لتجديد الدماء، وبالفعل الجمعيه العموميه حسبت هذا الموضوع واخذت هذا الاجراء. احنا لم نتخانق على مباراه ولا نتخانق على ايراد ولا نتخانق على محكم ولا تخانقنا او تنافسنا داخل التشريعات الرياضيه والاليه الديمقراطيه لتجديد دماء الاتحاد الاسيوي اللي ما اعتقد اثنين يختلفون منه. انتم اليوم تحملوننا احنا هذا الراي وكأن احنا اللي على خطا. انا بس اقول لك سؤال، كلكم بهالمحطات وانت واحد منهم، يوم معركة الحكام بين السعودية والسركال والاتحاد الآسيوي، يوم بطولة كأس الخليج في عمان وغيروا المواعيد، عمان بطل كأس الخليج وثاني يوم يلعب مباراة تصفيات كأس آسيا ويتعادل فيها في إندونيسيا على أرضه لأنه ما مدى حتى يفرح. التشويه على كأس آسيا، محاولة تغيير أو إلغاء كأس الخليج، قضايا مو بس لا تسميها هذه أعتبرها قلب دبرة. دبرة هذه قلب دبرة يعني ترمي على الاتحاد الاسيوي من جديد. لا قلب دبرة باللجان. انا اعتقد يعني عندما تم التفاهم وضعت كأس الخليج الان في الرزنامة، تاريخها حدد له شهر 1،
امورها مشت بشكل طبيعي. ليش؟ صار في تفاهم وحوار، التفاهم والحوار يصلنا الى حلول تقبلها الجميع، ولكن فرض القرار من قبل اي فرد كان يعني مستقلا موقعه ولا منظمته، انا اعتقد يعني هذا امر مرفوض، ولا اعتقد الاخ محمد في هذا الجانب، لكن اعتقد دائما الحوار والوصول الى حلول ترضي الطرفين هو الحل الامثل. فلذلك لما نتكلم عن الاتحاد الاسيوي وتجديد دمائه، مو من تجربه الكويت، تجربه السعوديه، وكلكم بالاعلام عندكم ما خليتوا ولا قعدتوا، تجربه عمان وكل العمانيين ما خلوا ولا قعدوا، تجربه قطر. ليش تروحون بعيد؟ ما تذكرون ايام اول ما جاب المحترفين قطر وشنو سووا بهم الاتحاد الاسيوي؟ اي محترفين، ارجع اي محترفين، ارجع للاعلام يعطيك اياها. اول ما بدا يجيب اللاعبين المحترفين في قطر تاذوا الاخوان في الاتحاد القطري مع الاتحاد الاسيوي، نفسهم هم اهل الدار. الاتحاد البحريني ومشاكله، الاتحاد منظم ما يستقصد اي دوله معينه بشكل مباشر. يعني محمد بن همام قطري، وايضا مشى النظام حتى على الاتحاد القطري. انا بسالك سؤال، احد قال ان الريال مستقصد احد احد تكلم ولا قال مستقصد احد معين؟ يعني انت قاعد تتقول على نفسك. سمو الشيخ تقول ما بينك وبين بن همام معليش بس سؤال سمو الشيخ. اكو واحد يمكن يسال وينشهر، واكو واحد ممكن يسال ويوصل معلومه للناس وينشهر. اختار الباب الصح. انا اختار سؤال سمو الشيخ الاخير، تقول ما في خلاف بينك وبين بن همام، ولا اعرف ان في مبادرات من الشيخ عيسى بن راشد صاحب سمو الكريم بن سلطان بن فهد، الكل قال هناك مبادرات صلح سنصلح بين سمو الشيخ. انتوا توهقوا لهم بالاسئله، انتوا تحطون يعني في خلاف، انتوا تحطون الميكروفون قدامهم وتقول احنا تصلح بين فلان وفلان، اي واحد بيقول لك اي والله انا بصلح بين فلان وفلان، الناس تبي تسوي الخير جزاها الله خير، لكن الصدق مو هذا. لا تدورون وتتعبون نفسكم. اللي احنا مقتنعين فيه عندنا الياتنا الديمقراطيه ومؤسساتنا الرياضيه نتعامل معها من خلالها. صعدتوا فوق، نزلتوا تحت، تبون اثاره اعلاميه هذا حقكم، هذا وسائل الاعلام وعلينا ان نحترم هذا الراي، ولكن مو كل راي في الاعلام حقيقه. اللي احنا نقوله بالتجديد تم التجديد ولله الحمد بموافقه اكثر من 55 إلى 60% من الاتحاد الاسيوي، وهذا دلاله على مدى يعني صدق اللي نقوله وقناعه القواعد بما نقول. لم نتهم احد ولم نقول انه نستقصد احد، وهذا الكلام انتم تعرفونه لا تقولونه، لكن في كل الاحوال يعني علينا ان نحترم قرارات الجمعيه العموميه، وعلى الكل ان نتعامل معها. يبي لكم دور ديمقراطيه، دوره ديمقراطيه. سمو الشيخ اخر سؤال بس، اخر سؤال شيخ. تتحدث عن الديمقراطيه وتتحدث ايضا عن انه ليس هناك خلافات مع محمد بن همام او لم يحدث شيء. سمو الشيخ سؤال اخير، محمد بن همام خرج على ابو ظبي الرياضيه ووجه عده اتهامات ووجه عده اشياء، يعني خليني اقول لك من يوم من بعد لا يوم قال ساثبت للشيخ انه اضعف مما يتصور لا تسالوني، انا قلت لكم اللي عندي، اللي قال عكس هالكلام روحوا اسالوه، لا تسالوني انا. مشكور.